ايه ده؟ انت بتنيميهم ازاي دول؟ كريم بيفضل معاند واول ما اشوف عمر نام بيروح نايم على طول. ما ده اللي بيحصل على الاكل كل يوم على فكره. ايوه بس انت عارفه ده معناه ايه؟ لا بقول لك ايه، ما تعملش زي ابوك وتقعد تقول عمر شخصيته اضعف من كريم والكلام الفارغ ده. انا ما كنتش اقول كده خالص على فكره. الواد لو سمع الكلام ده كتير ممكن يتعقد. اسمعي بس، انا بفكر في ايه؟ بما انهم توأم يعني احنا ممكن نركز مع عمر في الاكل والشرب واللعب وكده، وبعدين كريم بيقلده يروح عامل زيه على طول. احنا كده نبقى بندمر شخصيه الولد. مظبوط، انا لا يمكن ادمر شخصيه ابني طبعا. ايه ده؟ البقعه دي مش عارفه اطلعها ابدا، مفيش اي حاجه نافعه معاها. بقول لك ايه، سيبك بقى من البقعه وشغل البيت والكلام ده. الولاد ناموا والبيت فضلنا انا وانتي كابتن مدحت شلبي. انا خلاص مش قادره استحمل الراجل ده. ومامتك في ايه بس يا ماما مالك؟ ابوك بقى لا يطاق. 35 سنه قاعد قدام التلفزيون وطول الوقت هاتي دي ودي دي، ما تعمليش دي، ما تتكلميش، ما تهرشيش جامد. وانا ما بعترضش، لكن ما فيش فايده، لازم كل 5 دقايق ينكد عليا عيشتي. دي يا حبيبتي بيقولوا لما حاجه تقع على السجاده لازم ننضفها فورا في وقتها عشان ما تبقعش. بقعت. عندك حق يا طنط، هنضفها فورا عشان بقعت. كوثر، فين الكشري يا كوثر؟ رميته في الزباله يا خليل. رميتي نعمة ربنا في الزبالة؟ شايف امك بتعمل ايه؟ الحاجات دي بفلوس. ولما انت عارف انه نعمه ربنا حلفت ليه انك ما تاكلوش؟ يا جماعه والنبي وطوا صوتكم شويه، انا لسه منايم الولاد. حلفت اني ما اكلوش عشان ما حطيتيش عليه حمص. ما عملتيش الحمص ليه يا كوثر؟ ما عملتش حمص يا خليل، نسيت اعمل حمص. حصل ايه في الدنيا؟ خربت ملطه؟ ايوه خربت. ازاي استطعم طعم الكشري ببقي من غير حمص؟ يا سلام، غلبان قوي. هشام ابا، ايه اللي بيخلي الكشري كشري يا هشام؟ ايه اللي بيخلي الكشري كشري؟ ما انت خايف من ايه؟ ايه اللي بيخلي الكشري له طعم يا هشام؟ الحمص يا ماما. صح. الحمص يا كوثر. كشري من غير حمص يبقى عك. انا يتقال لي عك؟ انا اللي واقفه ساعتين على رجليا انقي عدس وانقي رز واسلق مكرونه واعمل صلصه، وفي الاخر عملت لك رز بلبن عشان يطري على قلبك، وبعدين تقول لي عك؟ ايوه عك. عك و60 عك كمان، ويكون في علمك انا من يوم ما اتجوزتك وانت طبيخك كله عك في عك في عك. انا يتقال يظهر الولاد صحي اما اروح اشوفهم. لا استني يا حبيبتي، انا اللي هشوفهم. لا خليك، انا هروح. ما انا اللي منيمهم بقى. ايه المورستاني اللي احنا عاملينه ده؟ يلا تعالي ورايا نتكلم في بيتنا. لا، انا قاعده هنا. بس انا جعان. روح اشتري لك علبه كشري بالحمص. طز في 60 داهيه. فاكره ان انا هغلب من غيرك؟ هعمل الكشري وبنفسي وزي ما انا عايز. بقيت بتحط بتاع الخلاط ده فين؟ 60 طز. مش عايز خلاط، هفحص الطماطم بايديا يا كبسه. دي ايه اللي حطيتها هنا؟ دينا، غلط غلط غلط. ايه خلاص؟ الحمد لله. خلاص ايه؟ خلاص الولاد ناموا جوه؟ خلاص الولاد ناموا جوه. ناموا يا ماما ناموا. خلاص عايزيني امشي؟ لا يا حبيبتي ازاي؟ ده بيتك. ليه بتقولي كده؟ اخص عليكي. كويس عشان انا قاعده مش ماشيه. لحد ما تهدي يا ماما، خليكي. انا مش ههدى، انا قاعده. خليكي تعشي معانا. انا ما بتعشاش، بكره الصبح افطر معاكم ان شاء الله.
اقوم انام انا بقى. شوفوا لكم اوضه تانية اناموا فيها. دينا حبيبتي بلاش تغصبي عليها، ماما خفيفه ما بتتعشاش، بس هي وعدتنا هتفطر معانا. هتطلع ان شاء الله. هي بتعمل ايه دلوقتي؟ هي في اوضتنا بتنزل كل هدومنا من الدولاب، بس هتطبقهم لك تاني وبطريقه هتعجبك قوي ان شاء الله. انا مش فاهمه انت قدرت تعاشرها 25 سنه ازاي بس؟ كتير قوي كنت بعمل نايم. ايه ده بجد؟ جربي يمكن تنفع معاكي. دينا فكره. معقول يا حبيبتي يا دينا نص هدومكم مش نظيفه؟ نايم. ايه ده صحي؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح الخير يا ماما. هي الغساله فاضيه؟ لا مش فاضيه يا طنط، بس هاتي انا اغسلهم على ايدي. برافو ايوه كده. لازم تهتمي بنظافه الهدوم. حد يجي يزوركوا فجاه كده يلاقي الهدوم وسخه، لا يبقى منظركوا وحش. مين احنا يا ماما هيجي لنا فجاه؟ يا حبيبي المناسبات كتير، عيد، فرح، جنازه. بسم الله ما شاء الله، المناسبات كلها سعيده وبعدين بتيجي كلها ورا بعض. بعدين ممكن مثلا دينا يحصل لها حادثه ولا تاكل حاجه مش نظيفه تضطر تنام في السرير اسبوع، الهدوم هتتوسخ حاجه ورا حاجه. ماما بذمتك يا دينا انت يرضيكي لو نمتي في السرير اسبوع وجالك ضيوف يلاقوا جوزك وولادك هدومهم مش نضاف؟ دي تبقى فضيحه يا طنط، ده انا اموت في الحادثه احسن ولا اشوف اليوم ده. بعد الشر عليك يا حبيبتي، الف بعد الشر. انا على فكره النهارده هطبخ لكم بايدي عشان اضمن ان الاكل يبقى نضيف. اعمل حسابك اي حاجه امك تطبخها انت اللي هتدوقها الاول. ما تقلقيش، هو بابا مش هيقدر يكمل يوم واحد من غيرها. طب هشام ما تدخل تكلمها، يعني قولها ان هي لازم تمشي بقى. ايوه بس احنا مالنا؟ احنا مالنا دي يا حبيبي تقولها لما تبقى سايبه بيتها وقاعده في لوكاندا، مش وهي قاعده هنا في بيتي واقفه في مطبخي بتفكر في الحادثه اللي هتحصل لي. ما دينا بقى هتبص لي. ايه يعني تبص لي؟ يعني انت ما تعرفيش بصتها، بصة العطف والحنان، بصة بتشيل الواحد على طول. ما انت ما دخلتش كلمتها دلوقتي والله العظيم هدخل. خلاص هدخل اكلمها. اتفضل. ما تخرجيش كده ولا كوبايه نظيفه، كلهم ملحوسين. ماما سيبي الكوبايات والمطبخ والكلام ده دلوقتي عشان انا عايز اكلمك في موضوع. قوي يا حبيبي قول. شوفي بقى يا ماما، يعني هنزل اتمشى شويه. حسومه خش واقفل الباب وراك. ايه ده؟ ايه يا بابا اللي معادك كده؟ كده ازاي يعني؟ لا قولي ان انت ما عندكش هدوم نظيفه تلبسها فاضطريت تقعد كده. طب ده انا لبست اللي عليا ده لما سمعت جرس الباب. وايه ده؟ ايه اللي انت معلقه في صدرك ده؟ شفت؟ الواحد لما يقعد لوحده من غير شوشرة ولا نكد امك يفكر ايه اللي يخليني اقوم اجيب الريموت ولا ادور عليه تحت الشلت. اهو منين ما رحت يبقى معايا. طب يبقى حطه في كيس نايلون بقى عشان ما تضطرش تقلعه وانت بتستحمى. والله فكرة طلع زكي لابوك. ولا اما ابوك كان في حتة مكان ما رحتوش من 10 سنين. تفتكر ايه؟ الحلاق. دمك تقيل. السوبر ماركت يا ولا. بص 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 حمص متعلق كاس. ايوه بابا، ما الحمص طول عمره في العلب يعني ما خرجش منها. ومتملح كمان، يعني تفتح العلبة تاكل على طول على طول. ومش حمص وبس، اي حاجة نفسك فيها تلاقيها عندهم متعلبة. فاصوليا، فول، عدس، بسلة. الله انت اشتريت كل الحاجات دي؟ لا اشتريت ايه؟ انت مجنون. انا اول ما دخلت لقيت شوية بنات عمالين يفرقوا الحاجات دي على الناس ببلاش.
الظاهر صلاحيتها خلصت. لا دي عينه مجانيه دعايه يعني. لا يا ولد، شويه بنات كل بنت انقح من التانية. سيبك من دينا، يبقى تعالى معايا بكره اتفرج وخد لك كام عينه. والله دي تبقى فسحه حلوه خالص. بس هو يعني بالنسبه لماما لا خليها لك والنبي يا بابا عشان يا ولا انت ما انت شايف ابو شكله بقى ايه؟ سعيد خليه رجع زي زمان، اعمل اللي انا عايزه في الوقت اللي انا عايزه بالطريقه اللي انا عايزها. نام يا فري. هشام، انت متخيل الاحساس اللي انا حاسه؟ ايوه متخيل، بس ارجوك ابعدوا عن خيالي خالص. من النهارده مش حديث الصباح والمساء، ولا فيلم اسكوريني ولا مهند. فريد ولا موسيقى يا ولا. بص ابوك اشتريت 10 سيديات مصارعة حر بيتباعوا على الرصيف نكشة واحدة كده ب 10 جنيه. 10 جنيه؟ ودول بيشتغلوا عادي يعني؟ وفيهم 2 مسخرة مصارعة حريمي. طيب يا بابا، واضح ان انت مبسوط على الاخر. هسيبك بقى تاخد راحتك. هشومة ابقى تعالى اسهر معايا، انا جايب قفصين مانجا، انما ايه فلس معتبر نبقى نلغوص فيهم بالليل. هفكر، انا بحب المانجا. ايه جاي لوحدك ليه؟ ازيك يا دينا؟ هو مش جاي ياخدها؟ انت ما كلمتوش؟ لا كلمته وزعقت له جامد، بس زعق لي وطردني. واضح ان انا زولتها شويه. انت بتكذب على فكره. تعرفي ازاي؟ انت انك بتحمر يا حبيبي. طب هشام، ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ في ايه؟ هشام ما جننيش. شوف يا دينا، الراجل اللي انا شفته هناك ده مش ابويا خالص اللي انا اعرفه. ده رجع خليل بتاع زمان. يعني ايه؟ يعني واضح كده ان ماما هتقعد معانا 2 3 4 5 سنين. لا سنين ايه؟ بص انا هدخل اكلمها. تروحني على 10 جنيه انك مش هتقدري. طنط عاوزه اتكلم معاكي شويه. اي حبيبتي قوي، قولي. انا نازله اجيب حاجه من تحت. عاوزه حاجه؟ سلامتك يا حبيبتي. باي باي. باي. قلتلك. بصيتك ها؟ بصيتك شعاع الصمت. طب ال10 جنيه؟ هشام ايوه يا دينا. ايه؟ انت جايه امتى؟ ايوه ما انت سايباني لوحدي. ايه علي صوتك مش سامع. طيب ماما. لا لسه شويه، اصل بابا عازمني على العشاء. بعد حبات الحمص سيدتي الكنتيسة. اوه شكرا سيدي. ها؟ بتقول ايه؟ الولاد بيعيطوا. اوكي خلي طنط ترضعهم. باي باي يا شومة. نقفل بقى الوقت ده. مستعدة للمفاجأة. انا جعانه جدا. اوكي. تن تررن تن 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 تن. مكرونه بالحمص
على فكرة اما تخلصي طبقك يا حبيبتي اغرفي تاني. انا عارف انك مفجوعة. ما تتكسفيش. مش هتكسف. عارف؟ انت طلعت ظريف جدا، انا اول ما اشوفك بتضحك من قلبك وكده. والله يا دينا انا راجل كويس قوي قوي، انسان طبيعي، بس عايش في ظروف غير طبيعية بالمرة. مساء الخير يا بابا. مساء الخير يا بابا. ازيك يا عصام؟ ايه ده؟ امال فين ماما؟ ماما مين؟ دينا بتعمل هنا ايه؟ ايه يا عصام؟ ماما مع هشام في بيتي وانا هنا مع انكل، عادي يعني. طيب من المفروض ان انا اروح فين؟ روح في الحتة اللي تعجبك، عيش حياتك يا ابني. طيب تمام. على فكرة يا دينا الكرسي ده بتاع مامتي. ايه ده؟ انت لحقتي تنامي الولاد؟ يا حبيبي نام. يعني انت لسه داخله بيهم حالا؟ هي شغلانه، شويه هدهد على شويه طبطب على غنيوه حلوه يناموا على طول. هي دينا مش بتعرف تنيمهم؟ سيبك من دينا بس والكلام ده دلوقتي. يعني هو بابا قاعد لوحده؟ ما تجيبليش سيرته يا ماما. ما نجيبلكيش سيرته ازاي بس؟ يعني هو قاعد لوحده اكيد. ايه ده؟ دي مسقعه؟ طبعا يا حبيبي، ما انا عارفه انك بتحبها يا جميل. ودي عاملاها مسبكه؟ طبعا هي المسقعه تبقى مسقعه الا اذا كانت مسبكه. اصل دينا بتعملها نايف ناي عشان صحتنا. هشام يا حبيبي، انت شايفني ست بيت خايبه؟ الصحه لازمتها ايه اذا كنتش تعيش حياتك وتاكل اللي نفسك فيه. الله الله عليك يا ماما، هو ده الكلام. تعالى بقى اما اوريك انا عامله لك ايه كمان. حاجه تانية غير المسقعه؟ فطيره بالسكر والمهلبيه، ايه رايك؟ انا بحبك يا ماما. تعالى بقى يا روح ماما اقعد هنا عشان الاكل لسه بدري عليه، هجيب لك عصير. ماشي. تشرب ايه؟ برتقال ولا شوكولاته باللبن؟ شوكولاته باللبن. هات يا حبيبي. الله. ماما عصوم انت فين؟ تعال يا حبيبي، تشرب برتقال ولا شوكولاته باللبن؟ شوكولاته باللبن. اقعد يا حبيبي. ماما كده كوبايه عصام اكتر من كوبايتي. خد يا حبيبي اللي انت عايزه. اوه بس على فكرة يا ماما كده كوباية هشام اتملت أكتر من كوبايتي. الشفشق عندكم اهو، خدوا اللي انتوا عايزينه بس اوعوا تتخانقوا، خليكوا حلوين. حاضر يا ماما. ايه رايكم اجيب لكم ايس كريم؟ السيتي بايظ على فكره. تتفرج على ايه؟ ده انا عارف اتابع. قولي لي قطع لنا شويه بطيخ بس شيل البذر منهم زي المره اللي فاتت. يا سلام. زي كوثر ما بتقطعه بالظبط. طب ما تنده كوثر تقطعهولي. انا مش هترضى. وتفتكر مش هترضى ليه؟ عشان هي واحده ست. ايه هتعملي ايه ليه؟ تعال ندردش مع بعض شويه عن الستات. عارف؟ دي هي اللي بتسبب كل المشاكل. بص يا انكل، الست بطبيعتها حنينه، يعني هي بتحب تبسط جوزها وتريحه. ايه اللي بيضايقها بقى؟ اقول لك، اللي بيضايقها ان بتعمله ده ما يتقدرش، يعني هو ينبسط وهي كانها مش موجوده. دينا يا حبيبتي قطعي البطيخ ببذره. انكل انا مش هقطع حاجه، انا هروح.
انا هروح لجوزي اشوف هو عاوز ايه واعمله له. عارف ليه؟ عشان هو بيقول لي شكرا يا حبيبتي. والله بيقول لي شكرا يا حبيبتي احيانا. المهم انت هتقعد هنا لوحدك تتفرج على سيديهات بايظه على الكنبه. هو في ايه بس؟ يعني انت مش حاسس انك محتاج لها خالص؟ لا محتاج لها ده ايه؟ انا الريموت ما عادش بيضيع مني. بص يا انكل، حضرتك بتحب البطيخ من غير بذر، وهي بتحب تشيلك البذر من البطيخ، واخد بالك؟ طيب ما دام كده مش المفروض تحس على دمها وتيجي هنا لوحدها؟ تعبت والله العظيم تعبت. مش انا قاعده مع حضرتك بقالي 3 ساعات اهو، حاسه اني محتاجه اروح اسبوع. انت اللي عايزه تخلصي منها. اوكي انا ما انكرش، انا فعلا عاوزه اخلص منها، بس برضه حضرتك ما تحاولش تقنعني يعني ان انت مرتاح كده. وهي على فكره برضه مش مرتاحه، والله ما مرتاحه. بص مفيش ست تحب تلعب دور الام طول الوقت. ماما جت جايبه لكم معاها ايه؟ بطاطس بطعم جديد لسه نازله السوق. خد يا حبايبي. هات يا بابا. يا اخواتي عصافير يا اخواتي ولا ايه؟ انا كله قمر 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 يا ولاد. ايه ده؟ ستيكر. هنا ستيكر حظي حلو. مين بقى قال ان حظك حلو؟ اهو وماما بتحط لي البطاطس، ستيكر وقع في الطبق بتاعي. ايوه بس الطبق ده مش بتاعك، الطبق ده في بيتي يبقى بتاعي، طالما الستيكر وقع فيه يبقى الستيكر ده بتاعي. باخد شيبس كمان. ماما معلش يا حبيبي عشان خاطري سيبوله المره دي، ما انت المره اللي فاتت انت اللي خدت الستيكر. اخر مره دي ما كنت في الاعداديه. بص استنى انا هفتحه، لو ما عجبنيش هديهولك. ايه ده؟ الحق ده كابتن ماجد وهو بيشوط الكوره. بتحبه؟ بحبه قوي، عمره ما طلع لي. لا يا ولاد ما يصحش كده، لا عيب خالص اللي بتعملوه ده. طب انا عندي راي، نقسم الستيكر بالمقص 2، واحد ياخد ماجد وواحد ياخد الكوره، ايه رايكم؟ ولا اخد الكوره ليه؟ ما انت مش هتبان بتاعت مين اصلا. وانا مش هديك الكوره، يعني هسيب كابتن ماجد يشوط الهوا؟ بس كده لا عيب كده ما يصحش بقى، وبعدين معاكم. تعالى بقى. مش هسيب الشارع بتاعك. سيب الركبه دي. سيب. طب لو ولادك صحوا وشافوك بالمنظر ده هتقول لهم ايه؟ ايه بقى؟ قولي لهم بنلعب. عجبك كده؟ ستيكر اتقطع. اخس عليك اخس. شايفه يا دينا؟ شايفه العنف اللي فيه الاولاد؟ كله من التلفزيون. هو اللي بدأ. انت اللي بدأت يا اخي. بطل بقى، بطل. ماما انت لازم ترجعي البيت بقى. ليه؟ وانا ضايقتكم في حاجه؟ لا بس حبيبتي انا كبرت وبقى عندي ولاد، وانت لسه محسساني ان انا راجع من المدرسه والشنطه على ظهري. لو عايزه تدلعي حد عندك بابا. يا حرام ده مفتقدك جدا يا طنط على فكره. برضه مش هرجع البيت الا اذا جالي يعتذر وهو زاحف على رجليه، وبرضه مش هقبل اعتذاره وهرجعه مكسور. في الاخر بقى افكر اذا كنت ارجع ولا لا. ادخل يا عصام. كوثر، أنا رايح السوبر ماركت، تيجي معايا؟ اخيرا جيت تعتذر لي يا خليل. عرفت انا غلطان في حقي. وأنا كده أبقى بعتذر؟ علب الحمص خلصت، قلت أروح أجيب تاني. علب حمص؟ علب حمص. ما خلاص يا كوكي، أنا فتحت عينيا على الدنيا. وماله يا حبيبي وماله. ايه ده؟ شفتي؟ دي ما صدقت. لا وهو كمان.
انا بدات اصدق فعلا نظريا ان دول المخلوقين لبعض. بس انت كان شكلك يعني مبسوط قوي زياده وانت عمال تهبل انت واخوك. يعني كنت بلعب. طيب ما لو كنت عاوز تلعب ما كنت تقولي، ما انا كده بعرف. ايه ده؟ زي ما انت لحظة واحدة. ايه ده؟ ستيكر. لا ستيكر، حظي حلو. مين بقى قال ان حظك حلو؟ ما هو